المغرب ضيف شرف في المهرجان الوطني الثاني عشر للفنون والثقافة بالسنغال. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. شهدت العديد من مناطق المملكة أمس وخلال الليلة الماضية تساقطات مطرية مهمة، والصور من مدينة طنجة. ونبقى مع أحوال الطقس والنشرة الفلاحية في ورقة لبنى بن رامي. صباح الخير وأهلا بكم. خلال هذا اليوم أجواء غائمة مع احتمال نزول قطرات مطرية بالسهول الشمالية وبالواجهة المتوسطية، طقس مستقر بباقي المناطق الأخرى للمملكة. درجات الحرارة العليا ستصل مقاييسها إلى 19 درجة بالرباط والدار البيضاء، بوجدة مرتقبة 15 درجة بمراكش، 23 درجة بالعيون، 28 درجة و27 درجة ستسجل بالقويرة. بالمناطق الفلاحية بشرق المملكة الأجواء غائمة، درجة الحرارة ستتراوح ما بين 8 أو 6 درجات و11 درجة، والعليا ستتراوح ما بين 18 درجة و14 درجة، والرياح من القطاع الغربي. بالمنطقة الشمالية الغربية الأجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة ستتراوح ما بين 9 درجات و15 درجة، والعليا ستتراوح ما بين 19 درجة و16 درجة، والرياح من القطاع الشمالي. بمنطقة الشاوية دكالة الأجواء مشمسة إلى قليلة السحب، درجات الحرارة ستتراوح ما بين 9 درجات و15 درجة، والعليا ستتراوح ما بين 22 درجة و16 درجة، والرياح من القطاع الشمالي. بالمنطقة الجبلية الأجواء مستقرة، درجة الحرارة ستتراوح ما بين درجة اللقاء. وارتباطا بالأجواء الباردة التي تعيش على واقعها مختلف مناطق المملكة، تتوافد على المستشفيات العديد من الحالات ومن مختلف الأعمار بسبب نزلات البرد والحساسية وصعوبة التنفس. من تطوان روبورتاج فن شاكر العلوي عبد العالي جنوني. برودة الطقس، ارتفاع في نسبة الرطوبة وتقلبات مناخية ذاك ما يطبع ليالي الشتاء بتطوان، وما قد يتسبب في حالات مرضية تستقبلها أقسام المستعجلات خلال هذه الفترة، والمرتبطة بالزكام، الأنفلونزا الموسمية والحساسية، وهو ما قد يتفاقم معه وضع المريض إذا ما لم يخضع للفحص الطبي الذي يشخص لكل مريض العلاج المناسب لحالته. ومشيت للدار واستعجلت تحت المريض صافي مزيان، وانا عندي المكانه وعندي القلب. كنت مزير دابا سويت الحمد لله. انا ديجا فيا الحساسيه، ومع الجو دابا كي ديال الرطوبه بزاف وهذا الشيء، الحاله ديالي دغيا كتروح، وعلى ذلك انا جيت زعما باش ندوز باش نشوف كيفاش نقدر نحد من الحساسيه ديالي باش ما تدهورش لمرحله خطيره. وصافي كتب لي الدكتور بعض الادويه اللي نقدر نداوم عليهم قبل ما يدخل الفصل الرابع باش ما تجينيش شي حساسيه صعيبه. بالتزامن مع التقلبات المناخية التي تطبع فصل الشتاء، نزلات البرد المختلفة إذا ما اجتمعت مع الحساسية تزيد من تفاقم الوضعية الصحية للمرضى، خصوصا بالنسبة للمسنين المصابين بالأمراض المزمنة والأطفال، وهو ما يجعل الوقاية ضرورية خلال هذه الفترة. اللي كنلاحظوا مؤخرا هو التوافد ديال مجموعه ديال المرضى بالحالات في غمار كأس إفريقيا للأمم بالكوت ديفوار، والرهان الفوز باللقب الإفريقي بعد تألق لافت بمونديال قطر. برنامج الدعم المباشر للسكن من بين ثمار الرؤية الملكية لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، برنامج بأبعاد اقتصادية مهمة ضمنها إنعاش قطاع العقار السكني وتشجيع الاستثمار فيه. روبورتاج سميرة أصبان، توبر غزواني وأمين شرقاوي. دعم سكن منصة رقمية جديدة تتيح التسجيل في برنامج الدعم المباشر للسكن. البرنامج يروم تأمين الحق في سكن لائق لكل المواطنين عبر منح دعم مالي يتفاوت حسب قيمة السكن. مبلغ المساعدة حدد في 100,000 درهم بالنسبة لمسكن يقل ثمنه أو يعادل 300,000 درهم مع احتساب الرسوم،
ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم. قطاع العقار هو قطاع مهم جدا ومحرك للتنمية، لأن أولا هو قطاع غير مركزي بالتالي في جميع جهات المملكة، ثم هو قطاع يجر مع قطاعات أخرى خدماتية وإنتاجية مختلفة، ثم انه قطاع مشغل لليد العامله وهذا مهم جدا، وبالتالي ضخ 10 المليار ديال الدرهم اللي هو اكثر من مليار دولار في هذا القطاع من خلال دعم الاسر والافراد ذوي الدخل المحدود والمتوسط لاقتناء السكن. هذا غادي يكون عنده بكل تاكيد يعني اثاره الاقتصاديه كمنافع، وايضا اثاره الاجتماعيه كارتقاء اجتماعي للسكن. نتمناو تكون مبادره زعما اتجاه الشباب في المستقبل، تكون عندها واحد النوعيه او الانعكاس على حياه الشباب المغربي. برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أحدث تنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيسهم كذلك إيجابا في تحريك عجلة العقار السكني. هذا البرنامج جاء في واحد الوقت مناسب، وانه القطاع كان كيعرف واحد الركود هذه واحد المده، يعني بتراجع جميع المؤشرات ديال هذا القطاع هذا. دابا تفتحت ابتداء من سنه 2024 واحد المنصه. هذه المنصه كتدل بانه كاين واحد الرغبه لاقتناء هذه الشقق هذو. ومن اجل حسن تنفيذ وسير هذا البرنامج توفر المنصه امكانيه تبادل البيانات بين مختلف الفاعلين. الموثق يتاكد من